حاجه من اعظم الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك، لكن برغم كده بتعطلك جدا لو انت بتحلم يعني احلام كبيره شويه. هاي بص يا سيدي، عايزك تركز معايا شويه كده. اللي انا هحكيه لك ده تجربه شخصيه، بس قبل ما يكون تجربه شخصيه انا سمعته قبل كده كتير، لكن محدش بيصدق حاجه غير لما يجربها بنفسه. لازم يجربها بنفسه ويتعلم الدرس بنفسه. فانا بعد ما اتعلمتها بنفسي قلت اشارك المعلومه دي معاك علشان يمكن تلفت نظرك لحاجه، فبرضه تجربها وتتعلمها بنفسك بس بسرعه تنجز بقى. ايه بقى الحاجه العظيمه اللي انت فعلا لو عملتها هتفرق معاك كتير وهتحسن فيك حاجات كتير، بس في نفس الوقت هتعطلك ان انت تكبر؟ مش ان انت تكبر في السن، طبعا ما حدش بيعرف يعطلك ان انت تكبر في السن، ان انت تكبر في شغلك، ان انت تكبر في شهرتك، فايا كان. هقول لك كل حاجه، بس قبل ما اقول لك لو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. عاده بقول لك اعمل لايك للفيديو، لو ما عجبكش في الاخر اعمل ديسلايك، بس مش هقول لك كده المره دي فيكس. بص يا سيدي، علشان اقول لك القصه دي كويس هعرفك في السريع كده مين الشخص اللي قاعد قدامك ده بالظبط وايه حكايته. انا اساسا خريج هندسه القاهره قسم مدني، مش بشتغل في قسم مدني خالص، يعتبر بشتغل مهندس انتاج. ايوه حاجه ليها علاقه بميكانيكا، يعني كارير تاني. يعني انا مهندس مدني اصلا ودلوقتي شغال مهندس جوده في الانتاج، وبعمل فيديوهات وانت بتتفرج عليا دلوقتي. ففي حاجه غريبه، هو في ايه؟ في ان انا بحب الميديا وبحب اتكلم قدام الكاميرا من بدري. قبل ما احب اتكلم قدام الكاميرا كنت بحب اتكلم قدام ناس كتير، بحب اعمل برزنتيشنز قدام ناس كتير واتكلم قدامهم. بس مش بحب ده بس، كمان بحب حاجات تانية زي الجرافيك ديزاين او التصميم والفويس اوفر اللي هو التعليق الصوتي على الاعلانات والحاجات دي. لو قلبت في القناه بتاعتي شويه او لو انت عارفني من زمان هتلاقي ان في كذا محتوى عن كذا حاجه، منها التعليق الصوتي، منها حاجات كمان كنت بحبها جدا وما زلت بحبها جدا زي الموشن جرافيك اللي هي الفيديوهات اللي بتتعمل برضو اعلانات زي الكرتون وكده. طب انا بحب كل الحاجات دي وكل الحاجات دي بتحبني الحمد لله. وبعدين الفكره ان كل الحاجات دي اخدت وقت معين من حياتي، ودي كانت حاجه قويه جدا وادتني حاجات فعلا مش عند اي حد تاني. فكره ان انا دخلت في الموشن جرافيك ودخلت في الفويس اوفر ودخلت في اليوتيوب وصناعه المحتوى او الكونتنت كرييشن. مش بس اليوتيوب، انا بنزل فيديوهات على الانستجرام والتيك توك. لو مش عامل لي فولو يعني تقدر تعمل لي فولو، فهتلاقي اللينكات تحت في الديسكربشن او في صندوق الوصف. فحبيت حاجات كتير قوي ودخلت فيها بدماغي. ده خلاني لما كبرت شويه او لما اتخرجت من الكليه اهو بقالي سنتين 3 بقيت بشتغل شغلانه كويسه في شركه كبيره. والصراحه ده مش حلمي خالص. يعني اللي عايز اقوله لك هنا ايه، فكره ان انت تبقى شغال شغلانه كويسه في شركه كبيره دي حاجه الحمد لله نعمه كبيره جدا من عند ربنا، لكن في حاجات احسن، وضروري جدا ان انت دايما تفضل تتطلع للاحسن ودايما تدعي ربنا ان هو يكرمك ويوفقك للاحسن. وفي الاول في الاخر كل ده رزق واحنا بس بنسعى. تعالى بقى نتكلم شويه على حته السعي دي. هو انا سعيت ازاي او ايه اللي انا عملته وكان حاجه فعلا حلوه جدا وضافت لي جدا بس في نفس الوقت عطلتني؟ ان انا دخلت في حاجات كتير قوي بدماغي واديتها وقت كبير من وقتي. انا قلت لك دلوقتي ما لا يقل عن 5 شغلانات انا اشتغلتهم كلهم فريلانس وفول تايم، يعني شغل حر من الاخر وشغل موظفين في مكتب. ده عمل حاجه حلوه قوي اللي هي خلى ان انا عندي باك جراوند او خلفيه واسعه عن حاجات كتير. لو جيت تكلمني عن اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لك دي هيبقى ليا فيها شويتين 3 وهعرف اتكلم معاك للصبح وهعرف افيدك كمان احيانا واستفاد منك كويس. بس في نفس الوقت انا ما بقتش التوب في حاجه واحده منهم، ما بقتش احسن حد في حاجه، ما بقتش مشهور قوي بيها. في حين ان في نفس الوقت اللي انا دخلت فيه مثلا في صناعه الموشن جرافيك اللي هي الفيديوز الموشن جرافيك، كان في ناس في الموشن جرافيك مشهوره جدا وبيجي لها بزنس كتير وبتجيب فلوس كتير منه، وده ممكن يكون حلم حد بيشتغل في الموشن جرافيك. يعني في نفس الوقت اللي انا دخلت فيه في الفويس اوفر كان في ناس شغاله فويس اوفر بروفيشنال جدا وبيجي لها فلوس كتير وبيجي لها شغل كتير. فكل مجال انا دخلت فيه كان في حد توب، ومش حد واحد، كان في مجموعه ناس من احسن الناس اللي بتعمل الحاجه دي. بس الفرق بيني وبينهم ان هم ركزوا قوي في حاجه واحده بس وقالوا خلاص هو ده شغلنا وهو ده اللي احنا بنعمله، ما شتتوش نفسهم بحاجات تانية كتير. لو انت واجهت نفس المشكله اللي انا بحكي لك عليها دي، ان انت مشتت وبتجرب حاجات كتير قوي ومش حاسس ان انت بتنجح في حاجه، اكتب لي في كومنت تحت علشان نحس ان احنا مع بعض كده، علشان لو انت حسيت بده غالبا هتكون حسيت برضو ان انت لوحدك. فانا عايز اقول لك ان انت مش لوحدك، ويا ريت تقول لنا تحت ان انت معانا كلنا. يعني اللي انا بقوله لك دلوقتي ان خلي بالك لو انت حد لسه بيكتشف نفسه ولسه بيكتشف اصلا هو بيحب ايه وبيكره ايه وعايز يجرب ايه في حياته، او مثلا طالب في الجامعه وبتحاول تشتغل فريلانس او بارت تايم او تشتغل اي شغل من البيت يجيب لك فلوس، فخلي بالك ان الفتره دي ممكن تبقى خادعه شويه، علشان في ناس في الفتره دي بتكتشف نفسها وكل حاجه وبتحاول تعرف كل حاجه حواليها وبتحاول تاخد خبرات متنوعه وتحدد هي عايزه تكمل في ايه وتكمل فيه من بدري، وده بيخليها توصل اسرع والحتت ابعد كتير. علشان انت ببساطه لو ركزت كل مجهودك في حاجه واحده بس الحاجه دي هتديك قوي زي ما انت بتديها بالظبط، مع الوقت طبعا ومع الاستمراريه. لكن لو شتت بقى مجهودك ده على حاجات كتير قوي هتبقى شخص عنده خبرات متنوعه ودي حاجه جميله جدا، بس مش توصل ان انت تبقى احسن حد في حته معينه. واحسن حد في حته معينه ده هو اللي بيغير حياتك فعلا وبينقلك حته تانية خالص. فبما اني شاركتك تجربتي اكمل لك بقى تجربتي للاخر واقول لك ان انا جيت في فتره ادركت الموضوع ده كويس وحددت لنفسي حاجه او حاجتين انا هكمل فيهم على طول ان شاء الله، وهو صناعه المحتوى اللي هو الفيديوهات اللي انت تتفرج عليها دلوقتي والفيديوهات برضو اللي على الانستجرام والتيك توك. يعني لو ما عملتش برضو لسه فولو ممكن تعمل فولو علشان الفيديوهات هناك مختلفه شويه، يعني هتلاقيها فيديوهات قصيره وبالطول. وتاني حاجه هكمل فيها هي الفويس اوفر عشان انا خدت شويه وقت في التعليم
التعليم فيه، ودلوقتي بيجي لي شغل منه والحمد لله مش بياخد وقت كتير. فدول اللي انا هكمل فيهم ان شاء الله على طول، وهبقى مستني منهم مقابل. ده اللي انا وصلت له. انا عامل لك الفيديو ده دلوقتي علشان اقول لك حاول توصل بقى للموضوع ده بدري شويه، حاول تكتشف نفسك اسرع وتعرف انت بتحب ايه وعايز تكمل في ايه وتكمل فيه بقى وتدوس للاخر. علشان خلي بالك انا فكره ان انا اتعطلت عن ده شويه خلى الموضوع اصعب عليا بعد ما اتخرجت، علشان بعد ما كان الالتزام اقل شويه وفي حاجه اسمها بقى اجازه صيف وبتاع، بقيت مضطر ان انا اشتغل موظف علشان اعرف اصرف على نفسي واعرف اعيش زي الناس عادي، جنب ان انا بحاول احقق حلمي في سكك معين. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليك. اعتقد ان انت لو مكمله لحد دلوقتي يعني ان هو ممكن يكون عجبك، فلو عجبك يا ريت تعمل لايك ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي وبس كده. السلام عليكم.